ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام ورحمة الله وبركاته. نواصل القراءة في سيرة الصحابي البطل والسيد الشهيد علم المجاهدين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ونأخذ قصته في الخروج إلى غزوة مؤتة واستشهاده في تلك الغزوة. خرج جعفر رضي الله عنه أميرا في غزوة مؤتة لملاقاة الروم. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء وهو جيش مؤتة، وقال: عليكم زيد، أي زيد بن حارثة، فإن أصيب أي قتل فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب جعفر يعني قتل فابن رواحة يعني عبد الله بن رواحة. فوثب جعفر وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما كنت أرهب أن تستعمل زيدا علي. قال: امضوا فإنك لا تدري أي ذلك خير. فانطلق الجيش فلبثوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادي الصلاة جامعة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن جيشكم؟ يعني بعد أن خرجوا جيش مؤتة لملاقاة الروم، صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وخاطب الناس وقال: ألا أخبركم عن جيشكم؟ يعني جيش مؤتة. إنهم لقوا العدو فأصيب زيد شهيدا يعني قتل، فاستغفر له الناس. ثم أخذ اللواء جعفر ابن أبي طالب فشد على الناس حتى قتل. ثم أخذه ابن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا. ثم أخذ اللواء خالد ابن الوليد ولم يكن من الأمراء، هو أمر نفسه، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه وقال: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره، يعني خالد. فيومئذ سمي سيف الله. ثم قال: انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد. فنفر الناس في حر شديد. أما بطولته رضي الله عنه في هذه الغزوة فلقد أبلى بلاء حسنا. فعن ابن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأسماء بنت عميس قريبة منه وهي زوجة جعفر، إذ قال صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، هذا جعفر مع جبريل وميكائيل مر، فأخبرني أنه لقي المشركين يوم كذا وكذا فسلم، فردي عليه السلام. وقال: إنه لقي المشركين فأصابه في مقاديمه 73، فأخذ اللواء بيده اليمنى فقطعت، ثم أخذ باليسرى فقطعت. قال: فعوضني الله من يدي جناحين أطير بهما مع جبريل وميكائيل في الجنة آكل من ثمارها. وقد حصلت له كرامة، وهو أنه طار مع الملائكة. فعن ابن عمر قال: جمعت جعفر على صدري يوم مؤتة فوجدت في مقدم جسده 40 ما بين ضربة وطعنة. وفي رواية للبخاري عن نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل. قال: فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره يعني ظهره. وهذا يدل على شجاعته وبطولته رضي الله عنه، وهو أنه كان لا يتراجع ولا يهرب، وإنما يمشي ويتقدم، فكل الضربات تأتيه من المقدمة. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر ابن أبي طالب ملكا في الجنة مضرجة قوادمه بالدماء يطير في الجنة. وعن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هنيئا يا عبد الله بن جعفر، أبوك يطير مع الملائكة في السماء. حين خرجوا
في غزوة مؤتة، وهذه الغزوة كانت بين المسلمين وبين الروم، وكانت في حر شديد، في حر لا يعلم به إلا الله. وقد حصل للصحابة في هذه الغزوة من الشدة ما الله به عليم، لأن القوت كان قليلا وثمار المدينة لم تينع بعد، وكان في ذلك الزمان زمان حر، فخرجوا وحصل لهم من الجهد. وقد أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، قال فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. فتقدم زيد رضي الله عنه وأخذ الراية وقاتل وأبلى بلاء حسنا حتى قتل. فلما قتل جاء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأخذ الراية وجعل يتقدم ويفتك في الأعداء فتكا، يقطف رؤوسهم كأعاذيق العنب. وقاتل رضي الله عنه قتال الأبطال وأبلى بلاء حسنا، حتى أن أحدهم لما رأى القتال الذي يفعله جعفر أخذ على جعفر وضربه بسيف يريد أن يطعنه، فلم تصب جعفر تلك الطعنة، وإنما قطعت ذراعه اليمنى التي كانت ماسكة بالراية، فأخذ الراية بذراعه اليسرى، فجاء هذا الرجل وقطع ذراعه اليسرى، فأخذ جعفر واحتضنها بكتفيه، احتضن الراية. فلما رآه ذلك الرجل أنه مصر أخذه وضربه حتى قتله رضي الله عنه وأرضاه. وقد بكى عليه رسول الله يوم قتل جعفر، بكى رسول الله. فقد جاء عن أسماء بنت عميس قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم قتل جعفر، فدعا بني جعفر وهم أولاد جعفر، لأن جعفر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي. قالت فدعا بني جعفر فرأيته شمهم، يعني قبلهم وذرفت عيناه، بكى رسول الله. فقلت يا رسول الله أبلغك عن جعفر شيء؟ يعني أنها لم تكن تعلم قبل بأنه قد قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لقد قتل اليوم. قالت فقمنا نبكي ورجع، فقال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا عن أنفسهم. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا نسير على درب أولئك الأبطال، وأن يعيننا على التشبه بهم، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. وإلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا